الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخ الرئيس، للأسف الجواب على الخطاب الأميري لم يتطرق إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وهي القضية التي غيبت عن واقع المجتمع الكويتي، وكانت المطالبات فيها لعدة مجالس. كان الأولى أن تتضمن هذه القضية الحساسة المهمة في الجواب على الخطاب الأميري، كما أن الجانب الإنساني كذلك لم يتطرق له في الجواب على الخطاب الأميري. الأخ الرئيس، الوقت لو 10 دقائق، الوقت حاطينه 5 دقائق، لو يعدلون الوقت 10 دقائق. لا 10 قبل شوي متفقين على 10 الحين 5 دقائق 10. يلا جزاكم الله خير. مسألة الجانب الإنساني كذلك، وما ذكرنا من قضية أبناء الشهيد في الأردن وإخلال الحكومة فيها يدل على عدم التعاون. كذلك موضوع الهوية الإسلامية والذي يجب الحفاظ عليها والاهتمام فيها، ونحن بهذه المناسبة نشكر رئيس مجلس الوزراء على الاهتمام بتشكيل لجنة في موضوع أذان في مسجد فيلشة الذي منع الأذان وتدخل فيه بعض الأشخاص الذي يفترض أن تشكل لجنة للتحقيق لهذا الأمر. موضوع الأخ الرئيس الهوية الإسلامية للمجتمع الكويتي، والتي أخذت في التهاون من الجانب الحكومي، منها مشاركة وزير البلدية في تكريم موظفيه في إحدى مدارس البنات في منطقة الجهراء، وهذا يؤكد الخلل الموجود وذوبان هذه الهوية ومفهومها لدي الحكومة، بل هناك اتجاه في كسر هذه الهوية وعادات المجتمع الكويتي من خلال هذه المؤتمرات أو هذه الحفلات التي تقع في مدارس البنات أو غيرها. وكذلك ما يحدث في ورش التعليم من المعلمين والمعلمات، الاختلاط في الورش في المدارس، هذا كذلك يخالف هويتنا الإسلامية وعاداتنا وتقاليدنا. ما يحدث من قرار من وزارة الداخلية في إلغاء الثقافة الإسلامية المقرر تدريسها في كلية الشرطة، هذا كذلك يؤكد على عدم اهتمام الحكومة في الهوية الإسلامية. كذلك واقع الشرطة النسائية يشهد بأن الحكومة ليس لديها اهتمام بجانب الهوية الإسلامية، فما يحدث من خلال الشرطة النسائية هذا يدل كذلك على أن وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها الذي نسف القرار السابق في الهيئة المساندة للشرطة النسائية في الفترة الماضية، وأحدث هناك مراسيم تدمج الشرطة النسائية في عموم الشرطة، مما أحدث خلل واختلاط وسفرات مشبوهة كما حدث من سفرة موضوع شرم الشيخ وغيره. ومع ذلك بدل أن يحققوا في هذه القضية وبدل أن يحيلوا تلك الضابطة للتحقيق، كافأوها بترقيتها وعدم التحقيق معها في هذا الجانب. هذه مسؤولية خطيرة تقع على وزير الداخلية، وقد وعدنا وزير الداخلية في المجلس الماضي بأن الشرطة النسائية تختص في أماكن معينة كالتفتيش في السجون وفي غيرها، لكن ما يحصل للأسف هو تمادي من وزير الداخلية، وكذلك عدم اهتمام من الحكومة في هذا الجانب المهم. هل هناك هدف، هل هناك مخطط لتذويب الهوية الإسلامية للمجتمع الكويتي وتغريب المجتمع؟ لسان حال الواقع يقول أن هناك مخطط لذوبان هذه القضية وعدم الاهتمام بها. لذلك خروج الشرطة النسائية في مظهر التدريبات الأخير
مقاتلات ونزولهم بالحبال وغير ذلك من ما فرط في خصوصية وهوية المرأة المسلمة الكويتية وجعلها تتشبه بالرجل. إذا كان هناك قوانين سنت في مجلس الأمة تمنع وتجرم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، أين وزارة الداخلية من هذا القانون؟ الآن وزارة الداخلية تخرق مثل هذا القانون وتعامل المرأة كمعاملة الرجل في الشرطة وتجعلها في كل مكان، بل كسر وزير الداخلية القوانين المعمول فيها في كلية الشرطة، وقبل تلك الشرطيات أو طالبات في كلية الشرطة المتخرجات لأن يكونوا ضابطات كسر جميع القوانين. الجامعات والشهادات التي لا يقبلها ويرفضها مع الذكور قبل الشرطة النسائية، ولم يراعي جميع القوانين المعمول فيها في كلية الشرطة. وهذا للأسف يجعل هناك علامة استفهام في هذا التوجه الخطير لكسر القوانين بمجرد إدخال أي فتاة أو امرأة أن تدخل هذا السلك. نحن نؤكد أن الهوية الإسلامية خط أحمر ويجب عدم التفريط فيه، وأن أي تفريط في هذا الجانب سوف يعرض أي وزير للمساءلة إذا كنا لا نهتم بهذا الجانب المهم الخطير ونتهاون فيه على مستوى كثير من الوزارات. فبماذا نهتم؟ ما وعدنا فيه في مجلس الوزراء وعلى لسان وزير الدولة بإعادة 20 مسجد إلى 30 مسجد إلى البناء من المساجد التي أزالتهن لجنة الإزالات، ومع ذلك لم تفي الحكومة بوعودها، ورأينا للأسف بدل بناء المساجد التبرع أو إنشاء مسرح للأوبرا. المساجد التي أزيلت وتعهد بغير وجه حق بحجة أملاك الدولة وتعهد الحكومة بإعادة هذه المساجد يفترض أن تسارع لإعادتها مرة أخرى. فهذه المسائل والقضايا التي تدخل في صلب قضية الهوية الإسلامية يجب أن لا تتهاون بها الحكومة، مؤكدين أن لن نتهاون عن مساءلة أي وزير يفرط في مثل هذه القضايا المهمة. وشكرا لك الرئيس.